النهارده انا وحدوته هنعمل دبابيس فراخ متغرقه بالعسل الابيض. نجهز الحاجة ويلا بينا. دبابيس فراخ ونبدأ نشكها كده ونسيبها بالعظمة بتاعتها. نعمل تتبيله الفراخ في بوله فيها صلصه بيوريه، زيت، ملح، كزبره ناشفه، بابريكا، فلفل اسود. وتوابل شرق أقصى من كنور، وندي تقليبة حلوة ونحط الدبابيس ونعمل لها مساج ونسيبها حوالي ساعة على جنب. وبعد ساعة نبدأ نجيب صينية نحط فيها سيلفر عشان ما نوسخش الفرن بتاعنا، ونجيب شبكة الفرن ونعلق فيها دبابيس الفراخ. وده شكل دبابيس الفراخ وهي متعلقة. هندخلها ساعة على 180 واسيبها ساعة تستوي. عايز اقول لكم على حاجة بقى، اللي انا وانتيكا اصدقاء دكة واحدة ومدرسة واحدة ومنطقة واحدة، وهو بيغششني في الانجليزي وانا بغششه في المطبخ، فنجحنا. فالنهارده بنعمل الاكلة سوا ودايما مع بعض يا صاحبي. بعد ساعة أنتيكا بتطمن على الفراخ وشكلها استوت، وده شكلها وهي في الفرن، شكلها مغري جدا. هنغرقها عسل أبيض، ممكن تاكلها كده براحتك. المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا ومحدش له حاجة عندنا. ما تنساش تقول الحلقة الجاية عايز تاكل إيه ومع مين. سلام.